السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي. هي جاية متأخرة شوية ولكن إن شاء الله نلحق يعني. ومش هنتكلم كتير، يعني المباراة كانت واضحة، ولكن في بعض النقط كده اللي عايزين نتكلم فيها بخصوص النادي الأهلي، وبخصوص التشكيلة وبخصوص طريقة اللعب، وكام لعيب كده عايزين نحط سبوت عليهم. وهنبتدي ان شاء الله ان المباراة بدأت بتشكيلة النادي الاهلي العادية: الشناوي في حراسة المرمى، معلول على الشمال وهاني على اليمين، عبد المنعم وياسر، كوكا وديانج وامام وتاو وحسين الشحات وانطوني موديست. وبس في نقطة كده عايزين نقولها بخصوص انطوني موديست. موديست اي لعيب عشان يتأقلم على الاقل، يعني هو بياخد من مباراة لحد 5 أو 6 مباريات يعني، ولكن موديست النهاردة دي تالت مباراة ليه بدون أي تأثير إطلاقا. هو تحركاته كويسة، ولكن موديست واضح إن هو بدنيا واقع جدا، وفي نفس الوقت ما تحسش إن هو عنده الرغبة كده إن هو يلعب. في حاجة غلط في أنتوني موديست. المباراة بدأت بإن النادي الإسماعيلي عامل هجمة مباغتة جدا. كان النادي الأهلي طبعا بيضغط بكل خطوطه في أول المباراة. ديانج بيضغط وإمام عاشور، ولكن الإسماعيلي كان عامل خطورة في المنطقة اللي هي ورا خط النص ما بين المدافعين وخط النص، المنطقة اللي هي فيها أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا. المنطقة دي ما كانتش متغطية، وخصوصا في الناحية بتاعة إمام عاشور اللي هي الناحية الشمال. الناحية دي كان فيها جاب كبير جدا مع تحرك علي معلول وتقدمه، كذلك تقدم إمام عاشور وتبادل الأدوار مع حسين الشحات. هي الناحية نفس الناحية اللي جه منها ال3 أهداف بتوع النادي الأهلي، ولكن كان في مشكلة هنا. كان عبد الرحمن مجدي بياخد الجبهة دي رايح جاي. اللعيب الوحيد اللي كان بيغطي المنطقة دي كلها كان هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم من أفضل اللعيبة إن لم يكن أفضل مدافع في مصر حاليا، ولكن هو كان مغطي المنطقة دي بشكل كويس جدا. ولكن كان ظهر علي معلول المنطقة دي مستباحة تماما. كمان المنطقة اللي هي ما بين نص الملعب والدفاع اللي هي كان فيها أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج، كانت فيها مابولولو كان بيقدر يتحرك في المنطقة دي بشكل قوي جدا. وشفنا مابولولو في أول هجمة في المباراة، ومابولولو لعيب بيمتاز بالسرعة، يعني لعيب سريع جدا، وانطلق كذا انطلاقة في الحتة دي. ولكن كان طبعا ياسر إبراهيم مش سايبه إطلاقا، يعني لحد الهدف اللي جابه مابولولو بخطأ كارثي، خطأ دفاعي رهيب جدا من النادي الأهلي. محمد الشناوي كان متألق جدا وشال أكتر من كورة، وهي المنطقة اللي في نص الملعب دي هي اللي كانت عاملة المشكلة كلها للنادي الأهلي. وإيهاب جلال عرف إن هو يلعب على الحتة دي كويس جدا باستخدام عبد الرحمن مجدي ومبرولو. اللعيب اللي عايز أتكلم عنه هو أحمد نبيل كوكا. أحمد نبيل كوكا هو اكتشاف مارسيل كولر في مركز الديفندر. لعيب واخد في مباراة الإسماعيلي تقييم 7.7 من 10. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني عمل أداء جبار وصنع هدف لحسين الشحات بطريقة ولا أروع. اسيست جميل جدا من أحمد نبيل كوكا لحسين الشحات مع تقدم دفاع النادي الإسماعيلي. ولكن في حاجة، المنطقة دي اللي هي منطقة بتاعت الجبهة الشمال اللي فيها إمام عاشور وعلي معلول وحسين الشحات، بيبقى في فراغ في الحتة اللي ورا إمام عاشور، وبتبقى محتاجة إن حد يغطي عليه. نبيل كوكا مش هيقدر يغطي ورا إمام عاشور في المنطقة دي، لأن طبعا علي معلول ما بيبقاش موجود وبيبقى متقدم أغلب الأوقات في الحتة دي. فطبعا مش هينفع أحمد نبيل كوكا هو اللي يغطي. المفروض إن أليو ديانج هو اللي بيغطي في المنطقة دي أو مروان عطية. لازم مارسيل كولر يشوف حل للمنطقة دي، لأن هي باينة من دلوقتي إن هي هتبقى نقطة ضعف كبيرة جدا للنادي الأهلي في الانطلاقات. الجبهة الشمال للنادي الأهلي هجوميا جبهة جبارة، جبهة نارية، جبهة قوية جدا 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 فوق الوصف. تبادل الأدوار اللي بيحصل ما بين حسين الشحات وإمام عاشور. إمام عاشور لعيب بسم الله ما شاء الله يعني، وربنا يشفيه إن شاء الله ويرجع من الإصابة. إمام عاشور يعني اتحسد تقريبا أو ولكن احنا ما بنتمناش غير الخير لكل اللعيبة في الدوري المصري في أي مكان، أو أي لعيب عموما. ربنا يشفي كل اللعيبه المصابين. وموضوع الشماتة ده يا جماعة مش حاجة لطيفة خالص يعني. موضوع انك تشمت في لعيب لمجرد الإصابة، الإصابة دي قدر بتاع ربنا.
واختيار اللعيب ان هو يروح مكان معين هو اختيار لعيب. اللعيب ده حر يا جماعة، وهو بني ادم ومن حقه ان هو يختار ويروح في اي مكان. قبل كده في موضوع رمضان صبحي وعبد الله السعيد ولاعيبه تانية كتير لما مشوا من النادي الاهلي قال لك اللاعب حر، وده احنا في عصر احتراف. كمان امام عاشور مش جاي من نادي الزمالك يعني عشان الناس تبقى بتكرهه بالشكل ده، ولكن هي عقليه مشجعين وعقليه وسط رياضي عاش اكتر من 10 سنين في دوامه من قله الادب مع رئيس نادي معزول او مخلوع او ايا كان بقى، وهو مشي دلوقتي. ونتمنى ان العقليه دي تتغير يعني ان شاء الله باذن الله. ولكن خلينا في المباراه، احنا اتكلمنا عن الجبهه الشمال للنادي الاهلي، علي معلول، حسين الشحات، امام عاشور. تبادل الادوار اللي بيحصل ما بين امام عاشور وحسين الشحات هو دي يعني من اقوى نقط النادي الاهلي السنه دي. ما اتكلمنا عن الجبهه دي هنتكلم شويه عن انتوني موديست الحضر الغائب. يعني النادي الاهلي بيلعب ناقص لعيب. موديست جات له فرصتين، كوره اتقطعت وجات له في اول المباراه وللاسف ما تمكنش من يعني تعامل فيها بشكل غريب جدا وقرر ان هو يبصيها وحتى بصاها غلط. وكرة تانية اتبصت له من حسين الشحات او تقريبا بيرسي تاو، كان بيرسي تاو تقريبا. وبرضه يعني مودست ما يعني حتى ما قدرش يجري بيها، ما قدرش ياخد الكوره ويجري بيها كمان. يعني هو كان بينه وبين المنطقه تقريبا 5-6 متر، ما قدرش ان هو يدوس على الكوره خطوتين كمان ويدخل بقى جوه المنطقه ويحط الكوره. فدي علامه استفهام كبيره جدا على انتوني مودست. ولكن هو دي تالت مباراه ليه، ويعني هنشوف انتوني مودست في الدوري الافريقي وان شاء الله يعني نشوف منه نسخه كويسه. وسط ملعب النادي الاهلي زي ما قلنا على المشكله دي، هنتكلم بقى على محمد الشناوي. محمد الشناوي يا جماعه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني مستعيد مستواه وفي قمه مستواه المباراه دي. محمد الشناوي واخد تقييم 7.5. بسم الله ما شاء الله، يعني شال اكتر من كوره. وهنا في علامه استفهام على دفاع النادي الاهلي في هدف مبولولو بالذات. ازاي لعيب يتحرك ويدخل ويشوط والشناوي يشيل الكوره وثلاث لعيبه واقفين، مفيش حد منهم يطلع الكوره ولا يتوقع حتى ان الكوره هترد من محمد الشناوي. ودي مشكله كبيره جدا، ولكن نتمنى ان الخطا ده يتدارك. في لعيب تاني عايز اتكلم عنه برضو، وهو محمد هاني. محمد هاني انا بحس ان محمد هاني يا جماعه بيعمل تصرفات غلط. يعني محمد هاني انا بنتقد محمد هاني وهفضل انتقد محمد هاني، لان مش ده الباك اليمين اللي يليق بالنادي الاهلي. مع احترامي لمحمد هاني كشخص وكشخصيه، لكن محمد هاني في كوره غريبه جدا حصلت، ان هو عدى من المدافع ورقص المدافع ونيم المدافع في الارض، وخلاص المفروض ان انت بتعدي، راجع يعدي من المدافع تاني. يعني انا مش فاهم انت، يعني هو انت فاهم اللعب غلط ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. كمان محمد هاني زيرو عرضيات، زيرو دقه في العرضيات، تمريراته غلط، تمركزاته غلط، التغطيه العكسيه نفسها غلط. مش قادر افهم بصراحه ازاي محمد هاني هو الباك اليمين الاساسي للنادي الاهلي، مش قادر افهمها. واخيرا هنتكلم عن نجم اللقاء ورجل المباراه، هو بيرسي تاو. بسم الله ما شاء الله على بيرسي تاو، يعني 4 أهداف، هداف الدوري حاليا. بيرسي تاو لعيب مهاري جدا، لعيب قوي جدا، لعيب بسم الله ما شاء الله عليه. يعني بيرسي تاو في قمة مستواه من الموسم الماضي، خصوصا في دوري أبطال أفريقيا مع مارسيل كولر. مارسيل كولر طلع من بيرسي تاو أفضل ما عنده، ولسه بيرسي تاو عنده أفضل كمان هيطلعه إن شاء الله بإذن الله. بيرسي تاو بيتحرك وبيتمركز في أماكن يا جماعة يمكن أحسن من المهاجمين نفسهم. بيرسي تاو في الكرة بتاعت حسين الشحات بتاعت الهدف الأول اللي كانت مع إمام، جملة جميلة جدا ما بين علي معلول وإمام عاشور وحسين الشحات، انطلق الشحات وحطها ولكن جت في العارضة، كان هيبقى هدف جميل جدا. بيرسي تاو متمركز في مكان مش اوفسايد، وفي مكان قدام المرمى بالظبط، يا دوب الكوره استلم الكوره سدد الكوره في المرمى، هدف اول. كمان في الهدف الثالث بيرسي تاو متمركز في مكان جميل جدا على الدايره من ورا في تبادل ادوار مع انتوني موديست. ودخل بيرسي تاو وحط الكوره بشكل جميل جدا في المرمى. الهدف الثالث للنادي الاهلي. ويعني بيرسي تاو لعيب جميل جدا، لعيب متحرك في اماكن جميله. العقليه بتاعت بيرسي تاو لوحدها عقليه مختلفه تماما عن اللعيبه التانية. بيرسي تاو واخد تقييم 8.6 في مباراة الإسماعيلي، نجم المباراة الأول، هداف الدوري حاليا. وده كان واضح جدا من لعيبة النادي الإسماعيلي مع بيرسي تاو. لعيبة النادي الإسماعيلي مع بيرسي تاو ارتكبوا أخطاء كتير جدا وهو على الجبهة اليمين. وكان الباك اليمين للنادي الإسماعيلي بيرتكب أخطاء كتير جدا مع بيرسي تاو، يمكن أكتر من 5 أو 6 أخطاء
وتحصل على انذار بسبب بيرسي تاو برضو، لان بيرسي تاو عامل مباراة جميلة جدا. ناقص بيرسي تاو ان هو يبقى معاه باك قوي، باك هجوميا بيعرف يسدد، بيعرف يشوط، بيعرف يرفع، بيعرف يعدي بالكورة. اتمنى عودة اكرم توفيق ان شاء الله، ويشغل مركز الباك اليمين من تاني. وبس كده ان شاء الله خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله. والف مبروك للنادي الاهلي، ونتمنى النادي الاهلي بطل الدوري وبطل دوري ابطال افريقيا وبطل كل البطولات السنة دي ان شاء الله. شكرا.